كيفاش تجاهل كلام الناس وتكون أكثر قوة وسيطرة؟ التجاهل هو سر القوة والنجاح. واش العشران معكم النور داز. التجاهل هو من بين أكبر المواضيع اللي عنده علاقة مع فن التعايش، واللي نقدروا نسميوه بالتفاعل الاجتماعي. التجاهل عنده واحد القوة كبيرة اللي غادي تخليك تسيطر على حياتك وتعيشها كيف ما بغيتي. واليوم غادي نعرفوا شنو هو التجاهل، وإمتى غادي يفيدك التجاهل، وكيفاش غادي تتقن فن التجاهل. خلينا نبداو الفيديو دابا. شنو هو التجاهل؟ التجاهل هو واحد العملية كديرها متعمدة، كتولي ما تتسوقش وما تتفاعلش، سواء كانت هضرة ولا أفعال ولا في شي ظروف معينة. وخاصك تعرف باللي التجاهل عنده استراتيجية واعرة وقوية، وتخليك تتعامل مع المشاكل الشخصية والنفسية وحتى الضغوطات في العمل ديالك. وماشي غير هادشي وصافي، كيعاونك تركز في داكشي المهم وما تبرزطش راسك مع الحوايج اللي ما ينفعوك بوالو واللي ما عندك بيهم حتى شي غرض. ودابا عرفنا شنو هو التجاهل، ولكن وقتاش غادي ينفعك هاد التجاهل؟ التجاهل غادي يعاونك كيفاش تولي تتعامل مع الانتقادات السلبية، حيت أغلبية ديال الناس، ولا نقدروا نقولوا الناس كاملين، كيواجهوا في حياتهم انتقادات سلبية كبيرة من بين أقرب الناس ليهم، يا صحابهم ولا خوتهم ولا نقدروا نقولوا المجتمع كامل. ولكن المهم في هادشي، الناس اللي تينتقدوك حيت ما باغيينكش تنجح وتوصل لداكشي اللي باغي تحقق في حياتك. ولكن ثيق بيا عشيري، هاد الناس خاصك ضروري تتجاهلهم وتعطيهم النخال، وما تخليش ليهم الفرصة باش يحطموك. داكشي لاش فطر بيهم قبل ما يتغداو بيك. بالخصوص الا شفتي شي واحد ديما كيقول لك انت غلط، انت ما كتعرف دير والو، انت هادي انت هادي، ولكن انت كتكون مأكد من داكشي اللي باغي دير. ثيق بيا خويا، دير داكشي اللي باغي دير وكمل فيه، ما تسوقش لداك خونا. واللي بغيتك تعرف باللي هاد خونا قلبو حاقد عليك وعامر من جيشك. اخويا، قلبو عامر بالحقد وحاسدك، ما باغيكش تكون احسن منه. وإلا ما عطيتيهش الخالة وتجاهلتيه غادي يعاديك. ثيق بيا، خاصك ضروري تجاهل هاد النوع ديال الناس. التجاهل غادي يساعدك في التعامل مع المواقف المزعجة، ولا غادي غير تخربق ليك حياتك. كاين شي مرات كتكون مرتاح في حياتك الشخصية حتى كيخرج ليك من الجنب وكتلاقى مع شي واحد مبرزط، بحال دوك الناس اللي فيهم الهضره بزاف، وبحال الناس اللي كيهضروا بصوت مجهد، ولا فيهم شي فعايل ما كتحملهمش. هادشي لاش خاصك تجاهل باش تفادى تخاصم معاه وتصدع راسك بالهضره اللي ما عندها حتى شي قيمه. سهله، الا برزطك شي واحد بهضرته ولا بفعايله، احسن حاجه تجاهلو وعطيه اتساع، وركز في الحوايج اللي كيهموك واللي باغي توصل ليهم. كيف كيقول واحد المثال، اللي ما فيه ينفع ادفع. التجاهل غادي يبعدك على المشاكل والصداعات الخاوية. شوف، بكل سهولة ضروري ما غادي تطيح في نزاعات وصداع ماشي مهمة مع اي واحد داير بيك. داكشي لاش هنا خاصك تركز على الموضوع اللي كتناقشوا فيه، وغالبا غادي تلقاه ما يستاهلش تصدع راسك معاه. هنا غادي تخدم فن التجاهل، غادي يعاونك ويعتقك من هذا الصداع الخاوي، حيت كل واحد فيكم كيبان ليه راسو على حق. داكشي لاش تجاهلو، وهنا غادي تكسب واحد الشخصية قوية، حيت داك خونا اللي فيه الهضره بزاف كلشي كيشوف فيه شوفه ناقصه
وما كيعبروش. اما داك الشخص اللي كالم وما كيصدعش راسو مع المواقف الناقصه واللي ما تتستاهلش، هنا الناس كاملين كيتقربوا منه وكينجذبوا ليه، حيت كتبان عنده شخصيه قويه وكاريزما واعره. ومن بين اكثر الناس اللي خاصك تبعد عليهم هما الناس اللي فيهم الشكاوي بزاف. انا عيان، انا مريض، انا ما عنديش، الدوله ما دارتش ليا، وكيبقى عليك غير بانا وانا. هاد النوع اخويا غير بعد عليه في مره، حيت الا بقيتي معاهم ودايرين بيك راه تولي بحالهم الله يستر. حيت الناس السلبيين عمرهم غادي يحققوا شي نجاح في حياتهم. عرفتي علاش؟ حيت فاقدين الامال وما عندهمش الثقه في راسهم وكيبان ليهم كل شيء صعيب. هادشي علاش عمرهم ما ينجحوا في حياتهم ويبقاو ديما كيشكيو وكيبكيو. ودابا غادي نوريك كيفاش غادي تتعلم التجاهل. شوف، غادي نعطيك خطوه واحده وبامكانك تتعلم بها التجاهل. ما غاديش نبقى نكذب عليك ونقول لك خاصك دير هادي ولا تتبع هاد الخطوات، حيت هاد المهاره ديال التجاهل راه بيدك انت اللي غادي تتحكم فيها. ولا بغيتي تتعلم راه واخا تفرج في مليون فيديو وانت ما عندكش الرغبه راه مستحيل تتعلم ليها. وانا ما غاديش نكذب عليك، راه فري غادي نعطيك خطوه غتساعدك، حيت انا بغيت نعاونك، راه حنا خوت. الخطوه اللي غادي نقول لك سهله. شوف، اختار دوك الامور اللي فريمون خاصك تجاهلها وبدا من دابا في التجاهل ديالك. سهله ماشي شي حاجه صعيبه. انت شوف، خذ ورقه وستيلو وكتب اي حاجه كتصدع راسك معاها وهي ما تستاهلش تضيع وقتك عليها، بحال الهضره ديال الناس عليك واللي كتكون هضره سلبيه بطبيعه الحال، حيت كاين بزاف ديال الناس كتاثر عليهم الهضره ديال الناس. وزيد على هادشي الناس السلبيين والخصمات ديالهم اللي ما عندها قيمه، كون اكيد وخذها مني نصيحه، راه ما يستاهلوش تسوق ليهم، يستاهلوا التجاهل. اهم واحسن حاجه اعطي لراسك واحد الهدف اللي باغي توصل ليه من دابا لقدام وركز عليه، وتجاهل اي حاجه توقف في طريقك واللي ما تخليكش توصل وتحقق الحلم ديالك. هادي خذها مني نصيحه وطبقها في حياتك. وهنا غادي نكونوا سالينا الفيديو ديالنا. الى عجبك دير لايك، والى ما عجبكش دير ديزلايك. وما تنساش الى كنتي جديد واول مره تعرف النورداز دير معاك ابوني وفعل داك الجرس باش يبقى يوصلك اي فيديو جديد انت الاول. ما تنساش الى كان شي واحد عزيز عليك صيفط ليه هذا الفيديو باش يستافد، ولا اشرح ليه انت. المهم هو توصل ليه المعلومه، حيت هذا الشيء كامل كنديرو على قبلكم. تهلاو، كان معكم نورداز.